أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة الأنبار الفضائية وحلقة جديدة من برنامج نقطة ضوء. مشاهدينا الكرام، تعد التجربة الروائية انعكاسا لما يدور في ذهن المبدع والكاتب لهذه الرواية، وأيضا يرتبط بشكل مباشر بظروف المجتمع الذي يعيش فيه هذا الكاتب. معنا لمناقشة التجربة الروائية عند ابتهال كسار الكاتبة ابتهال كسار، فأهلا ومرحبا بك أستاذ ابتهال. مساء الخير عليك وعلى الحضور، اهلا وسهلا بك استاذ. أهلا بك مرة أخرى. في البدء، ما الذي دفع ابتهال كسار إلى احتراف الكتابة الروائية، ولماذا الرواية؟ غالبا ما يشغلني هاجس موقعي في هذا المجتمع او بالعموم بالانسانيه. انا اؤمن بشده انه لكل انسان مساحه او هدف من خلقه، لو وهناك مهمة ألقيت على عاتقي، فأنا تشغلني هذه الفكرة. ما هو المهمة التي يجب أن أقوم بها أو أحترفها في الحياة؟ ما هي اللمسة التي سوف أتركها؟ كنت شايلة هم هذه النقطة، ومع الأيام وأنا أكو موهبة الكتابة من صغري، وتزامنت الأحداث وتعاقبت وجاء التشرين، فمنحتني فرصة أنه أعود إلى النقطة اللي تجاهلتها يمكن لفترة من الزمن بسبب الواقعية المفرطة أو الانشغال بالدراسة والعمل. فعندما جاء التشرين حركت هذا الهاجس، وكأنما خطت لي الخطوة الأولى اللي تقول لي هنا مكانك، عودة إلى الكتابة، لأرشف حالة أو أخلد ناس أنا شاغفني أو حسيت بمصداقيتهم بشكل كبير. فمنها انطلقت إنه مكاني بالحياة وأنا أريد أن أترك أثر، فراح أتركه من خلال ما وهبني الله سبحانه وتعالى من مقدرة نوعا ما أنا أشاهدها في نفسي، ما أعرف يشاهدها بها الآخرين أو لا. فلجأت إلى الكتاب لكي أرشف شيء من تاريخ العراق أو من الأحداث والأشياء الإنسانية التي تدور حولنا. أول تجربة كتابية لابتهال كسار ماذا كانت؟ باستثناء المقالات اللي كانت في بعض الصحف العربية والمحلية، إذا تجربة كاملة ومتكاملة فهي تشرين الغريب. قبل تشرين. قبل تشرين إي نعم، هي المقالات في السياسة، والمقالتين أو ثلاثة في الرياضة كانت هاي من عمر صغير. ثم كم مجموعة كان عمرك عند أول كتاب؟ ثالث متوسط ثاني متوسط. يمكن أول مقالة صدرت إلي بجريدة العرب في لندن. هاي الحادثة أنا دائما أتذكرها وأعتز بيها، لأنه أعطتني شهرة وبعد ما كنت موجودة بيومها بالمدرسة. وكنت خالة عنوان المدرسة للجريدة، فوصلت الجريدة والمقالة على عنوان مدرستي، وأنا كنت بيومها مجازة، فالكل يسأل منو هاي اللي كتبت. ظروف حصار الكتابة والنشر بعد فد إلى هالة وحكم بالمجتمع. فثاني يوم حسيت بشيء من الشهرة المبالغ به من أول مقالة، وبعدين استمريت بالكتابة بالمقالات، وتوقفت فترة وكتبت مجموعة قصصية بس ما نشرتها، طفولية أشدها الآن. ثم جت العودة اللي إلى أن جاء التشرين إلى أن جاء التشرين بالضبط. كتبتي تشرين غريب. طيب، قبل لديك رواية ثانية هي هاري بوتر في الكاظمية. نعم، هاري بوتر في الكاظمية. هاري بوتر في الكاظمية، هذه الرواية إذا تحدثنا عن هذه الرواية، أنت دائما ما تستخدمين الحوار باللهجة العامية، فما هي دلالات استخدام الحوار باللهجة العامية؟ مع أنه دائما بطل الرواية اللي هو حسن طفل عمره 11 سنة كان يفضل الكلام باللغة الفصحى. في هاري بوتر في الكاظمية، مع أنه أدافع حاولت أسوي حالة المقارنة بين جمال اللغة العربية عندما الكلمة نفسها من تحكيها بالفصحى تأخذ زخم وصدى أكبر بالذاكرة من تحكيها بالكلمة العامية. فدا أقارن بين جمال لغتنا وكيف العامية سرقت منا شيء كبير. لو بقينا على الفصحى تنطي جمال أكثر وعمق أكثر إنه اللغة هي أحد مخرجات الفكر. فالإنسان عندما يكون مخرجاته موزونة وقوية، هذا هو أحد مخرجاتها، أكيد ليس بالكل بس أحد مخرجاتها اللغة. فأنا ما أقول نرجع للفصحى بطريقة مفرطة، ولكن على الأقل العامية المهذبة ترجع تحتل مكانتها بالمجتمع العراقي. حضرتك أكيد تشاهد زحف بعض المفردات اللي مو محبذة ومو بس غريبة، خادشة للذوق العام. فهذه المفردات تنم على أنه هي أحد مخرجات فكرك، إذن الفكر بخطأ صار. ما هي واقعية. أنت مرات يؤخذ على الدراما بالعراق أنها تستخدم حوارات ليست من الواقع.
مهم. فبالتالي يعني ابتعاد عن الواقع. فأنا ليش ما يعني كرواية أجسد الواقع مثل ما هو؟ هو ما هي مهمة الفن؟ الفن هو مهمته أن يعني ينقل لك الواقع وشيء منه بس، لكن أيضا برؤية الفنان وصورته الخيال ومعالجة الموقف، يعني لازم يكون للشخص له دور. وأني لا يعني دا أمزج دا يعني هو حسن يحكي فصحى بالعكس ويقول ويشجع الفصحى، مع ذلك أنا دارجة حوارات بالعامية، لأن هو المتلقي والقارئ من نفسه يعيد النظر بجمال لغتنا الفصحى، ولا يعني شك ذلك، استقطبه. لا يشكل ذلك تحديا بالنسبة للقراء غير العراقيين. يعني ربما أتاحت السوشيال ميديا الآن المجال لفهم اللهجات أكثر من السابق، صحيح، لكن اي نعم. يبقى انها خصوصيه عراقيه. يعني انت ما تحلمين انه يقرا لك يعني قراء من خارج العراق، يعني عرب من لهجات لا يفهمون، قد لا يفهمون هذه اللهجه. أنا مع حضرتك، صحيح هذه شيء من المجازفة، بس أنا أولا أستهدف الشخص العراقي، أنا كاتبة بكل شيء للعراقي، وهو يعني هو الأساس انتشاري وتبنيه. وإذا يعني في يوم من الأيام يعني صادفتني الأقدار ووصلت للعالمية، فهي بفضل العراقي يعني أو البيئة العراقية. فيعني جل اهتمامي بالبداية وتوجهي للفرد العراقي، أنا كسبه كقارئ إلي، وإن شاء الله يعني النقاط اللي تحد من الانتشار الأكثر تعالج في روايات قادمة. هنالك في هذه الروايه وايضا في تشرين الغريب استعارات وكلام عن فلاسفه، يعني مم. هيجل وديكارت وغيرهم، مفكرين مثل ابن خلدون وغيرهم. الى اي مدى يحتاج الروائي الى الفلسفه؟ دائما أقول مو بالضرورة كل قارئ هو كاتب، لكن يعني لازم وحتما أنه كل كاتب هو قارئ. والقارئ عندما يقرأ إن لم يمتهن من الآخرين ويتمازج مع ما يقرأه وينتقد ويأخذ ويكتسب، فما هي يعني دور القراءة إذا في ذهني. أنا أيضا أعشق الفلسفة وطريقة أحسها مثل النبضات للدماغ، هي التي تحرك الدماغ وتجعله يتشتت في كل مناهج الحياة، فلذلك أميل لها وأشعر أني الشيء اللي نهلت منه أرغب أن ينهل منه الآخرين، أو كأنما أدعو بطريقة غير مباشرة إلى هؤلاء للقراءة عنهم أو تسليط الضوء على هكذا يقولون شيء. ان واحده من اساسيات الفلسفه الدهشه، أن بالضبط. يمتلك الفيلسوف القدرة على أن يندهش أشياء لا يندهش لها الآخرون. إلى أي مدى ينطبق هذا الأمر على الروائي؟ الإنسان بطبيعته إذا فقد الدهشة فقد كثير من أحد بوابات الإبداع لمخيلته لحياته. الدهشة تصنع لنا جزء من الفرحة وجزء من الإبداع، فأنا مع أن يبقى الإنسان يعني محافظ على هذه المعادلة في داخله فكريا على الأقل. ربما مجتمعيا عندما ننضج ونكبر هناك بعض التصرفات تحد أو تمنع عنا، لكن فكريا يجب أن لا نفقد هاي الميكس الغريب بين الدهشة والإبداع. هو أحد الأشياء التي تقيد الإنسان هي القولبة، عندما يكبر يتقولب بطريقة تفكير معينة، بينما الطفل دائما ميال إلى الاندهاش. فهل العقل الروائي به ميزة الاندهاش الأطفال أيضا؟ لابد أن يحافظ عليها القارئ الكاتب بهذه النقطة. لابد أن يبقى عندما يبحث عن التفاصيل ويخوض في غمارها ويمازج بين خياله، هو في هذه اللحظة فقط راح يبقى يحافظ، وهو يخلق ما يدهشه باستمرار. أحيانا هو يخلق ما يدهش به نفسه يعني لكي يستمر. ما هي فلسفة ابتهال الكسار في الحياة وفي الرواية أيضا؟ فلسفتي في الرواية أن يعني الهدف والأساس منها أن أبقى أفتح مجالات قد تكون هي واضحة للآخرين، ولكن لي سردية وطريقة أخرى في حكايتها وروايتها أتمنى أن أشاركها مع الآخرين. في الحياة أنا أبحث على هذا الميكس الذي قلت عنه، يعني أن أبقى أندهش وأبحث عن التفاصيل وأعيد ترتيب الأشياء وبطريقتي بسرديتي، لإيماني أني أحمل سردية ثانية ورواية ثانية لكل حدث وتفصيل في هذا العالم. تقولين في هاري بوتر في الكاظمية أن كل شيء في هذا العالم أعطى امتياز للذكورة. يعني هل على مستوى الرواية أولا فعليا أنه الذكور هم المسيطرين على الكتابة الروائية، مع هنالك يعني روائيات أناث نساء أنتجن أعمال خالدة ولازم؟ نعم، مهما كان يبقى الرجل يعني له الزخم الأكبر في كل المجالات، كونه يمكن نزل مجال العمل قبل المرأة وامتهنه،
وأنا عندما أتحدث يعني بالضرورة أكثر يعني أقصد مجتمعي العراقي، يعني إذا تحرر منه ربع أو جزء ما زال المشوار كبير أمام النساء في العراق. يعني لا ننكر هذه الأشياء، يعني وإن كنت لا أعاني منها، لكن لا يعني أرفعها عن الآخرين. ما زال هناك نساء تعاني وغير فاهمة لقدرتها، وما زال المجتمع به مسحة ذكورية عالية، يعني هذا واقعنا يعني هل لمست كعراقي. تمييزا كروائية على مستوى مثلا التعامل من النقاد، من القراء قد يميلون إلى أنه على مستوى تجربتي الشخصية يعني لا أستطيع أن أحكم، ما زالت تجربتي في البداية، وما أعتقد يعني شخصيا ما تعرضت لها لغاية الآن. يعني لغاية الآن أنا ما تعرضت لهذا التمييز الذكوري، ولكن ليس بالضرورة أني بهاي النقطة أقصد الإسقاط على شخصي، أقصد يعني المجتمع العراقي، النسوة في العراق. هل تؤمنين بأن هنالك أدب نسوي مقابل أدب رجال، أم أن الأدب هو أدب؟ لابد العقلية فيها شيء من الاختلاف، يعني ليس بالصح يعني شخص صح أو خطأ أو امتياز أو لا، بل لابد أن تبقى لمسة النساء في الكتابة مغايرة عن لمسة الرجال. وإن كان يعني هناك كتاب نجحوا يعني انسحاب من هذه النقطة، وهذا ما عانيت به كثيرا في كتابة عن حسن بطل الرواية مال هاري بوتر. يعني صعب أن أتقمص وأفكر مثل الرجل، قدر الإمكان أجتهد وأحاول، لكن تبقى لمسة النساء مغايرة للرجال دون أن يعني نقيم صح أو خطأ. للمرأة القدرة على أن تلاحظ التفاصيل، هكذا يقولون. الروائي يعمل بالتفاصيل دائما، يعني يفصل الأحداث، يغوص في أعماق الأشياء. هل هو امتياز للنساء على الرجال في كتابة الرواية، في القدرة على تشخيص التفاصيل، في النظر إلى تفاصيل الأشياء؟ التفاصيل هي يعني نقول أدوات الكاتب الروائي بالدرجة الأساس. يعني الرواية هي مثل ما نقول قصة مروية بطريقة جيدة، وكي تروي بطريقة جيدة تحتاج إلى أدوات وتفاصيل كثيرة تساعدك في هذه الحكاية وحبكها وإقناع المقابل بها. فالنساء قدرتهم على ملاحظة التفاصيل قد تخدمهم في نقاط أخرى وقد تشعبهم كثيرا. تبقى أسلوب السرد لدى المرأة ولدى الكاتبة وعمق تجربتها هو المحور الأساسي لكي تحبك الرواية مثل ما نقول بطريقة أفضل، يعني ليس التفاصيل فقط حسب ما أرى. ذكرتي يعني أنك واجهتي إشكالية عندما حاولتي أن تتقمصي دور الرجل في كتابة عن دور الرجل، يعني حسن وعماد وغيرهم من أبطال رواية هاري بوتر هم رجال. السؤال، أنت كتبتي أفكارا وطروحات فيها عمق فلسفي في هاري بوتر على لسان طفل عمره 11 عام، ما تحسين أكو كان تناقض في هذا الطرح، أمر طبيعي باعتبار هو طفل يقرأ منذ الصغر؟ هو هذه أول نقطة نوهت عنها، إنه حسن عمره البيولوجي لا يعكس عمره الفكري، هو 13 سنة عمره حسن. فيعني القراءة حبيت أوضح أنها ممكن تقفز بك إلى عوالم فكرية ثانية، وهذا شيء حقيقي، ويعني اللمسة في عدد من المجالات بالحياة. الإنسان إذا عنده قدرة بالتعلم ممكن يقفز بمراحل العمرية والفكرية إلى مراحل أنضج وأكبر. وقد يعني هذه المقاطع اللي أضأت عليها من خلال حسن هو يقتبسها أحيانا عن عماد، يعني يتلقنها بطريقة مباشرة من قدوته الأكبر القارئ الثاني الأنضج للرجل اللي هو عماد. غالبا ما كان حسن يقتبس من عماد. لماذا في الكاظمية؟ هل أنت من الكاظمية بالأساس؟ هذه المدينة يعني لها سحر الدين وطابع الدين، وأنا أريد أضيء عن بغداد، ولكن ولادتي أيضا في الكاظمية، أنا مولودة في الكاظمية أرتبط بهذه المدينة ارتباط طيب روحي. أشخاص الروايات سواء بهاري بوتر أم في تشرين الغريب، هي فعليا أشخاص واقعية التقيت بها أم تماما من نجم الخيال؟ أم يعني هو أن تكون تماما من نجم فهي مستحيلة طبعا، لكنه هل عاصرتي مثل هكذا شخصيات؟ في تشرين الغريب بالضبط التشييع، والهذه كانت أقصد بأيقونة التظاهرات صفاء السراي، لأن هو مقطع التشييع مالته كان بالضبط يعني من عنده. وبعض الناشطات أيضا مع تغيير الاسم وبعض التفاصيل يعني من أجل الخصوصية، ولكن في تشرين في أشخاص
واقعيين كمان. واقعيين 100%. هاري بوتر لا. هاري بوتر باستثناء شيء من نسرين الفتاة المقيدة، هذه حالة موجودة وكنت أنا أحسست عندما قرأت أنها الأكثر يعني بعدا عن الواقعية، هي واقعية فعلا. هي واقعية فعلا، فتاة كانت يعني تعاني من حالة جنون، ولكن أهلها يعني يستصعبون أن يودوها إلى مستشفى ما يعني للاستشفاء، مقيديها وحابسيها. هذه يعني الكل يسألني يقول لي معقولة؟ وبداية هي هذه الواقعية اللي أكثرهم. طيب الرواية لحد ثلثها الأخير هي رواية يعني واقعية بامتياز، يعني تشرح وتصف أحداث لعائلة ولشخصيات طبيعيين موجودين بالواقع نعيشه. لكن من الثلث الأول لحد النهاية تبدأ المفارقة، أنه الصبي حسن الصغير يذهب مع أمه للتسوق ويدخل محل بيع الملابس المستعملة، ثم يجد عباءة يرتديها وإذا يمتلك القدرة على التخفي. يعني هذه القفزة هل كانت معدة مسبقا؟ يعني أنت يعني من البداية كنت راسمة أنه القصة راح تروح بهذا الاتجاه، لو بعدين هي واحدة من المعالجات حتى تقدرين توظفيها؟ لكي أكون صادقة من الأساس أنا يعني كنت حابة هذه الرواية تتوجه للخيال، ولكن حبيت أسوي الخيال مثل الصدمة، يجي الشوك. الواقعية المفرطة بمجتمعنا أستاذ يمكن تتفق وياي، إحنا ناس مفرطين بواقعيتنا، الخيال صعب يمازج حياتنا اليومية، فحبيت أشارك القارئ بالخيال، ولكن سويتها مثل الصدمة. يعني هو ما متوقع هذه الرواية تحمل في طياتها هيك خيال. حضرتك قلت إنه هي بدت بواقعية قوية جدا، لكن فجأة يقفز الخيال. ويعني أغلب اللي يشوفوني يسألوني يقولوا لي الله لو تطلع لي هذه العباءة هيك. أنا هو هذا السؤال اللي أريد أثيره، لو الخيال دخل حياتك إيش راح يضيف؟ وهذا اللي أريد أسحب الفرد إلى شيء من الخيال، لأنه يطرع الحياة، ينضج الفكر، يغير كثير من حياة الإنسان. وإحنا واقعيتنا المفرطة المجبولة بشيء من الحزن والمآسي لا أنتقدها، لأن هي ربما جاية من واقعنا، يعني هذا حياتنا وهذه ظروفنا بالصحيح بالضبط. لكن إذا سحبناه للخيال ما هو النتاج؟ يعني هذا اللي ردت أسويه، وسويت الخيال كصدمة كشوك، يعني ما متوقع هو الخيال يشرح، ولكن العنوان خدمني نوعا ما، أنه نوه أنه هي خيال، فيعني هو ما ممكن ينصدم 100%، لابد أكو خيال قادم. هو خيال كآلية للتخفي وللدخول لعوالم أخرى، لكن كل معالجات هذا الخيال هي كانت واقعية أيضا. واقعية بالكامل. الأسئلة والتخوفات التي تطرح على لسان حسن، هذا الطفل من 13 أو 12 عام، هي ذات الأسئلة التي يطرحها الكبار برأيك؟ ربما، بس لكن الكبار صامتين يخشون يعني الإفصاح عن كل ما وهذه هو ميزة الطفولة، إن هي تفصح عن كل ما يجول في ذهنها. لكن الكبار يعرضوه للمعالجة والقيل والقال والعيب والمجتمع والقانون والدين، وهل يصح أو لا يصح، فلذلك يفقد السؤال كثير من أهميته. عالم خالي من الأسئلة هو بالتأكيد عالم عقيم. مجتمع لا يسأل مجتمع به مشكلة كبيرة. ونحن مجتمع نسأل أم لا نسأل؟ نحن مجتمع يطرح دائما أسئلة تذمرية محبطة خالية من الحلول، لا ينتظر إجابات، ليس يعني الأغلبية العفو، لكن ليس الكل، أكيد أكو من يشاكس. الفلسفة سؤال، الفلسفة هي عبارة عن تساؤل عن كل شيء، عبر الإكرام كل شيء تجيب تصبح علم. يعني إذا كانت إجابات واقع يصبح علم، لكن الفلسفة تبقى تساؤلا. ما الذي يدفع المجتمع كمجتمع عراقي إلى عدم طرح الأسئلة؟ يعني هل هو الفكر الغيبي، الفكر الديني الذي يلقن الإنسان أن هنالك ثوابت لا يجب أن يتجاوزها، أم هو نمط الحكم والسياسة على طول تاريخ العراق الحديث هي التي دفعت الإنسان في العراق إلى أن لا يطرح الأسئلة؟ من الذي يطرح الأسئلة؟ احنا سبقنا بالحديث، من الذي يطرح الأسئلة؟ من الذي يدهش؟ الطفل. وليش الطفل؟ الخالي من المسؤولية، اللي خالي من الهموم. نحن الواقعية المفرطة وأعباء الحياة اليومية حولتنا إلى أشخاص واقعيين. يعني اللي يسأل لازم يكون إنسان حالم، له فسحة من البعد، السرحان، التخلص من هذه القيود اليومية والروتين. من منا يمتلك هذه الرفاهية الآن أستاذ؟ أغلبنا مقيدين بمسؤوليات المعيشة والدوامة الكلام دقيق، لكن ألا تلعب مؤسسات مثل المؤسسة العشائرية والدينية والسياسية دورا في أن
تكبح جماح الأسئلة لدى الناس، لأن الأسئلة تعني التساؤل عن ماهية هذه المؤسسات. لماذا تمارس هذا الدور بالتالي؟ أنا لا أبحث كثيرا عن من المسؤول وراء أبحث عن الحل. وأنا ككاتبة وجدت أنه عندما أسحب الفرد العراقي بشيء معي إلى الخيال، وعندما يطرح هذا السؤال إذا لقيت العباية شو أسوي، عندما أسحب إلى هذه المنطقة ولو بسيطا ضمن قدراتي فقد حققت إنجاز. أنا أريد أن الفرد العراقي أن يحلم، أن يجعل خيال جزء من حياته دون أن يتهمه الآخرون بالجنون أو أنه غير سوي. العباءة التي وجدها حسن في هاري بوتر، يعني هل هي أداة لكشف الحقائق، للاطلاع على الحقائق المخفية، الاطلاع على وضع نسرين هذه الفتاة المعذبة والمقيدة والذهاب إلى المتاحف أم هي تقنية روائية استفدت منها من أجل يعني تجاوز إشكالات الزمن على الأقل، لأن الزمن بالرواية مشكلة. تحمل جميع الأبواب اللي ذكرتها، يعني هي خدمتني كثير بالتنقل وبفتح أبواب ثانية خلف هذه الأبواب ماذا يوجد. ولكن أكو أني فقرة يعني نوهت إلها بالرواية وذكرتها، هي هناك خطوات في عالم الحقيقة والواقع إذا ما خطيتها مستحيل حتى تنتقل إلى عالم الخيال. إحنا يعني أنا لا أدعو إلى الخيال الوهمي اللي بدون ما قائم على أسس، يعني العلم والبحث هاي كلها أسس تدفع إلى خيال رصين، الخيال المبدع يفرق عن الخيال الإنسان الحالم الواهم. وهذا اللي يعني خاطبت بيه بالرواية. لو ما حسن أسس لنفسه ولعقليته الثقافية ربما ما استقطب هذا. دائما نقول قول الإمام علي عليه السلام: توقع ما تتمنى كل متوقعات. حسن الكتابة سحبته لعالم فكافأ العالم بأشياء. البعض ببداية الرواية يتوقع أنه هذا لا حلم وراح يفيق منه حسن، لأنه هو الرواية والكتب تزاحمه، يعني البعض تصورها هيك، ولكن يعني هي يقول عماد، يعني هو أحد أبطال رواية هاري بوتر، أن العرب بعد مكاشفة مع حسن في رواية هاري بوتر أن العرب يحبون ويتلذذون بالألم والمعاناة. يعني هل هذا رأيك ولا هو رأي يعني عماد في الحقيقة؟ يعني رأيي سمعته بالكثير من الناس، ويعني عندما تغدق عليهم الحياة بأشياء مثلا جميلة أو ما زالوا يذكرون النقطة السوداء في حياتهم أو المظلمة. يعني كأنما شعوب نتلذذ ونتغنى بأحزاننا أكثر، أفراحنا لا نستوقف، يعني لا نقف عندها طويلا، لا نأخذ رخصة من الزمن ونمددها مثل ما نقول، نستوقف أحزاننا أكثر. ما أعرف هي طبيعة شخصياتنا، هل نتلذذ بالألم؟ أنا أسأل، يعني شوف الناس تتلذذ بالمعاناة. ما هو احنا عايشين فعلا واقع معاناة، يعني احنا لو نشوف نقيس تاريخ الحديث هو بمعاناة كبيرة، فأكيد هذه المعاناة تظهر على الناس. لكن هل هو مرض نفسي؟ يعني هي مازوخية لدى الفرد بالعراق أو بالمنطقة العربية، أنه دائما ما يعني التلذذ بالألم يخلصه من مسؤوليات أخرى أيضا، يعني بمعنى أنه عندما دائما يذب أنه أنا عندي مشكلة وأنا عندي كذا، أنا بالأخير أنا أبرر أي مسؤولية ما عندي خليها، لأنه أنا أصلا عندي معاناة أنقذ نفسي من مسؤوليات ثانية. أحد الأبواب، وقد تكون يعني شخصية جبلت على يعني أغانينا، أفراحنا، أشياءنا جميعا نمزجها مع الحزن. ربما هي شخصية الفرد العربي، يعني غالبا أنا لا ألاحظ هاي المسألة فقط عند العراقيين، أيضا العرب نتغنى أو نقف كثيرا عند أحزاننا ومعاناتنا. وربما يعني مثل ما حضرتك تفضلت أنه إحنا على طول التاريخ أكو معاناة، فما جت الفترة اللي نهائيا عبرنا المعاناة لكي يعني نشاهد الوجه الآخر للفرد بعد. طيب أنت مع نظرية أن المبدع يخرج من رحم المعاناة، يعني لابد من وجود معاناة حتى يوجد إبداع مقابل هذه المعاناة، من الأمر يختلف؟ يعني بالعكس الراحة والرفاهية هي التي تولد الإبداع. لا قطعا لا، الراحة والرفاهية هي اللي تولد لكن نحن نمجد الإبداع اللي يأتي من المعاناة باعتبار هو يستحق مكافأة أكثر وعانى أكثر، لكي يعني شلون نقول نباهي به الآخرين، نقول يعني إنه من رحم المعاناة خرج هكذا إبداع. فما بال بالعكس الشعوب المستقرة والعوائل المستقرة تخرج أفراد سويين أكثر ومبدعين أكثر. جميل، وهذا طبعا موجود على مستوى كل العالم، يعني الشعوب المستقرة شعوب أكثر إبداعا. يعني لما تقارن يعني تجيب مثلا 1000 2000 مليون واحد، تشوف قد بهم مبدعين، وتجيب شعب مقهور
ذولا أكيد أقل نسبة، لكنه هنالك من يؤكد على أن الإبداع يخرج من رحم المعاناة، وكأنه لا يمكن أن تكون يعني إبداع سواء على المستوى الأدبي أو الفني أو أي مستوى آخر إلا بوجود المعاناة. ما هي ما هي الحياة بالنسبة لابتهال كسار؟ الحياة تفاصيل، كلما احتفظت بالتفاصيل كلما يعني أدركتها وأدركت أهميتها وسحبت يعني تعشقت بها، خلقت حياة أجمل. الحياة الصامتة البعيدة السطحية المتكاملة الصورة غير جميلة. ما هي التفاصيل مرات تضيع الصورة الكلية عند الإنسان، يعني عندما تغوص في التفاصيل تضيع عندك الصورة بالمجمل الواقع هذا، مثلا مجتمع معين أنت تعيش بالتفاصيل لا تخرج بصورة ناضجة أكثر. عندما تخرج بعدها من التفاصيل تجمع صورة واقعية أكثر، تعرف كل دهاليسها ومتاهاتها. يعني الحياة ليست مجرد حلم أو عبث بالنسبة لك كما ذكرتي في مقاطع من هذا الرواية. لا لا إطلاقا إطلاقا. أنا يعني أرى الإنسان أن يعيش تفاصيل حياته ولا يتحمل فوق طاقته، ولكن أيضا لا يفقد الجدية مع حلمه، مع ما يعشق، مع ما يحب. يعني الانتقالات لا نقول مفاجئة لكن السريعة من بغداد الكاظمية إلى البصرة إلى إسبانيا وبعدين العودة إلى الكاظمية، وهي الانتقالات هل هي تقنية يعني سهلتها العباءة والعمل الفني، يعني تقنيات العمل الفني، أم يعني كان من وراءها هدف معين بالنسبة لابتهال؟ كان من وراءها هدف كشف عوالم أخرى، أن لا أبقى في إطار عالم واحد عنده، يعني أطرح الفكرة من عدة وجهات نظر وبيئات مختلفة. هذا كان الغرض منها. طيب تقنية التشويق ومحاولة البحث عن الحقيقة، يعني معرفة سر الفتاة نسرين، معرفة قضايا أخرى، معرفة مصير عماد ويا البنية اللي كان يحبها، يعني هل هي أيضا واحدة من أساليب التشويق اللي استخدمتيها عن عمد من أجل أنه أنت تشدين القارئ بشكل مستمر للرواية ولا تشعري بالملل، وشنو كانت؟ هي أدوات لكسر الملل أكيد، والفضول اللي بداخل الإنسان هو اللي يدفع أن يكمل ويكتشف فبالتالي رواية يعني نوعا ما متوسطة الطول، فيعني بحاجة إلى شيء من التشويق والروتين لشد القارئ على الاستمرار في القراءة، وهذا ما كنت أحاكيه. يعني قبل أن ننهي هذا الجزء من تجربة ابتهال كسار الروائية، هاري بوتر ايش قد استغرق وقت حتى تفكرين كتابتها بعد تشرين الغريب؟ في الحقيقة أنا أثناء ما كنت أكتب تشرين ويعني انهيتها تقريبا بس ما زالت في الطباعة وفي طور التسويق وهذا، بدأت أفكر بما هو قادم. خطرت لي فكرتين لروايتين. بلشت بالأولى بس كانت يعني حسيتها ثقيلة ومحتاجة أيضا وزن، وأني بادية برواية سياسية اجتماعية يعني ثقيلة أيضا. فقررت مع أنه بلشت يعني كتبت نوعا ما في الرواية الأولى، تركتها وردت شيء بسيط وأخف. وهو أيضا فكرة هاري بوتر كانت يعني في بالي في ذهني، العنوانين يعني كانوا حاضرين في ذهني، فلجأت إلى هاري بوتر. حسيتها أبسط يعني كموضوع، أخف للقارئ. ردت أناغم فئة مثل المراهقين يعني أدخل من أبوابهم، فبلشت بهذه وتركت الثانية. يعني إن شاء الله هي تكون الرواية القادمة إن شاء الله. طيب كم يعني تختمر فكرة الرواية بدماغ ابتهال كسار قبل أن تبدأي بالكتابة؟ لا يوجد وقت معين. أحيانا قراءة في كتاب، أحيانا فكرة يعني شرد، تحضر فكرة يعني تمتلكني بالكامل فأبدي أنسج حولها. طيب هي لحظة الشروع بكتابة الرواية، يعني هي أي لحظة أصعب؟ لحظة الشروع بالكتابة؟ بالضبط. إيه، أنا بالنسبة لي دائما يقولون العنوان صعب، أنا يستحضرني العنوان، يعني يجي في بالي الفكرة الأساسية اللي أريد أكون عنها ومنها أنطلق، لكن تبقى التفاصيل والشروع بها وهذا الصعب. إيه. طيب بالنسبة للعنوان، ذكرت العنوان، يعني هل العنوان تختاري مسبقا يجي ببالك لو ورا ما تكملين العمل الرواية، لو القضية نسبية يعني ما لها ماكو شيء محدد؟ في تشرين يعني بدأت بالكتابة وانجزت جزء، ويعني عدت غيرت العنوان كذا مرة، يعني غيرته في تشرين. لكن في هاري بوتر لا، العكس، استحضرني العنوان وعلى أساسه بدأت خطوات الرواية، ولكن أثناء الكتابة الرواية تقودك، أحيانا تكون هي البطلة، هي تقود الكاتب إلى بعض الأبواب والفصول، فهي اللي أضافت علي، يعني مو ب100% المخطط لها، ولكن العنوان هو من استحضر قبل الكتابة في هاري بوتر.
من الشخص الذي يقرأ بعد ابتهال كسار؟ أول يعني متكملين القراءة، من اللي يقرأ بعدش؟ يعني قبل لا تروح المطبعة، يعني من اللي يراجع، من اللي ينقح، من اللي يعني تاخذين برأيه انه ممكن هنا نقطة ضعف، ممكن هنا شيء نشيله، ممكن نضيف اشياء اخرى. في الرواية الأولى كانوا الأهل استشارتهم، بعدين الدار والأستاذ، وفي الرواية الثانية نفس الحالة، يعني ما عندي شخص خارج إطار العائلة، يعني فقط الأهل أسرب لهم، ثم مع الدار يعني أتناقش مع دار مؤسسة أبجد، هناك محررة وهاي، فيعني معها يكون ثم الانطلاقة للجمهور. وبالنسبة للقراء يعني كيف وجدتي استعدادهم لقراءة هاري بوتر وتشرين الغريب؟ يعني هل تلقيتي ردود فعل من قراء؟ ردود فعل من القراء، البعض سلبية وأخذها إسقاطات ويعني اكتساب من الآخرين، كانت يعني هناك حملة ضد الرواية بسبب العنوان، لم يكونوا قارئين. من القراء من قرأ، البعض يعني شافها جيدة وتستحق الدعم، ولكن لابد ما تخلى الموضوع من ناس لا شافوها يعني. والنقد، نقد على مستوى النقاد، لم تتلقي يعني نقد نقد باتجاه معين؟ حقيقي لا لم أتلقى نقد كامل، فقط عن تشرين كان هناك نقد صدر أي من 2 كتاب، لكن عن هاري بوتر لا، لغاية الآن. لغاية الآن أي لغاية الآن لا يوجد. طيب هذا هو الجزء الأول من يعني تجربة ابتهال الكسار الروائية. سعيدين جدا بوجودك معنا أستاذة ابتهال، وأكيد راح نكمل هذه التجربة ونناقش تحديدا تشرين الغريب في الجزء الثاني إن شاء الله. شكرا جزيلا. الشكر لك أستاذ. وأنتم مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.